السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. النهاردة هنعمل عصورة بالبليلة القمح اللي هو المقصور. نقيناه طبعا وبنغسله حلو كده، لازم نغسله كويس قوي قوي قوي. مرة واتنين وتلاتة، ونصفي المية زي ما انتوا شايفين كده، عشان لو في قشرة لو في حاجة تنزل في المية. هنقعد نغسله ونصفيه لغاية لما يبقى زي الفل معانا. بس أهم حاجة إن أنتم تنقّوه الأول، لو في شوائب ولا أي حاجة تشيلوها منه. شايفين بندعكه كده بنخلّيه زي الفل. لازم أيوه تبقوا شاطرين كده وأكلكم يبقى نضيف زي الفل كده. وصلّوا على رسول الله يا حبايبي، كل سنة وأنتم طيبين. بكرة عاشورا، قُلنا نعمل بقى إيه معاكم العاشورا. طبعًا إحنا بنعملها بالقمح المقشور اللي هو البليلة، وفي ناس تانية بيحطّوا عليها جوز الهند وزبيب ومكسرات وكده. أنا باعملها بس من غير ولا جوز الهند ولا زبيب ولا حاجة. إحنا طبعًا غسلناه كذا مرّة طبعًا، لغاية لمّا أشوف مَيّته بقت رايقة وزي الفل كده. وبعدين حطينا شوف المَيّة رايقة، مَيّته راقت. أنا فضلت أغسله كذا مرّة يعني، أنا وقّفت الكاميرا وغسلته كذا مرّة. شايفين المَيّة رايقة إزاي؟ وبعدين بقى هنحطه على البوتاجاز. هنحطه على البوتاجاز بقى يغلي يعني يغلي غلوتين كده. وبعدين هنقول لكم نعمل إيه. حطوا لايكات. وبعد كده طبعًا أهو غلي أهو، هنطفي بقى عليه، هنطفي النار عليه وهنسيبه وهنسيبه يعني مش هنعمل فيه أي حاجة خالص. إحنا يا دوبك بس غليناه كام غلوة كده. وبعدين غليناه بقى، غليناه يا ولاد كده غلوتين 2، ما غليناهوش كتير، غلوتين 2. وبعدين نطفي عليه ونغطيه ونسيبه بقى إيه، ونسيبه لغاية لمّا يعني تحس إن هو يفشّر كده. شايفين بقى أنا سِبته كام ساعة، يعني ساعتين، 3، لغاية لمّا القمحة فشّرت كده زي ما أنتم يعني بُصّوا، وطريت أهي يعني زي ما تكون استوت، بس هي لسه ما استوتش طبعًا. هنولّع بقى عليه تاني. طبعًا إحنا سِبناه منقوع في المَيّة المغلية بعد ما غليناها كده. هنسيبه بقى دلوقتي ي يستوي. هيغلي بقى غلوتين 3، 4 كده لغاية لمّا يستوي. ومولّعين عليه النار أهو، معلّيين عليه النار. وبعد كده بقى هنعمل إيه، أمّا يستوي خالص بقى ونتأكد إن هو استوى، هنحط له لبن. ده لبن يا ولاد اللي هو اللبن الجاموسي اللي من عند، اللي هو البلدي اللي من عند اللبّان، بخيره طبعًا زي ما أنتم شايفين كده. هنحطه بقى عليه. وهنحط حبة لبن في الخلاط، وهناخد حبة بليلة نضربهم في الخلاط مع اللبن. يعني بصوا خدنا شوية قمح بليلة اهو، هنضربهم في الخلاط مع اللبن. علشان ايه، يبقى ماسك نفسه كده، ما تبقاش صيصة يعني. وبعد كده لما نضربهم في الخلاط نرجعهم تاني على الحلة. هنشوف دلوقتي احنا هنعمل ايه. إحنا ما بناخدهمش كلّهم، إحنا بناخد جزء من البليلة بس على حبّة اللبن. وهنا معانا سُكّر أهو، معانا سُكّر، كوباية سُكّر. أنتم على التحلية على حسب ما أنتم عايزين تحطّوا كوباية سُكّر، كوبايتين سُكّر، زي ما أنتم عاملين الكمية. أنا عاملة ربع كيلو قمح بس، ربع كيلو قمح بليلة، اللي هو القمح اللي هو المتقشّر، بيقولوا قمح بليلة اللي هو المقشور ده. أهو ضربناهم في الخلاط، وبعد كده هنرجّعهم في الحلة تاني. وبعد كده بقى هنعمل إيه، هنجيب معلقتين نشا. هنحط بقى السكر طبعًا ونقلّبهم على بعض. وبعد كده هنحط في الكوباية دي مَيّة، دي فانيليا. هنحط فانيليا برضه، هنحط عليها فانيليا ونقلّبها. أسهل حاجة يا ولاد دي، بليلة حاجة حلوة أهي، من غير أي حاجة. ربع كيلو قمح وكيلو لبن وكوباية سكر. أنتم عايزين بقى تحطّوا كوباية ونُص سكر حطّوا، عايزين تحطّوا كوبايتين حطّوا، زي ما انتوا عايزين. انا حطيت كوبايه ونص عشان ايه، عشان دقتها لقيتها يعني دلع شويه. وهنا الولاد بيحبوها حلو. ماشي. تعملوا بقى، تقلبوا علشان ما تشطش منكم. توطوا بقى النار، انا وطيت طبعا النار. وتفضلوا تقلبوا كده عشان ما تلزقش منكم في الحله وتشيط، يبقى طعمها شيط وريحتها شيط. وبعد كده تعملوا بقى ايه، تجيبوا معلقتين الدقيق، معلقتين سوري النشا، وتحطوهم اهو. ده نشا اهو. تحطوا معلقتين على كوبايه اللبن دي. عايزين تعملوا بميه اعملوا. انا حطيت معلقتين اهو على كوبايه اللبن دي. عايزين انتوا تعملوا بالميه اعملوا، ما فيش مشكله يعني. يعني تقلبوا النشا على ميه زي بعض، عايزين تقلبوه على لبن زي بعض، زي ما تحبوا يعني. لازم تبقى النشا تتقلب على ميه بارده او على لبن بارد، عشان ما تكلكعش منكم. تقلبوها حلو عشان ما تلزقش منكم. وبعد كده تضيفوها على الحل.
شايفين بقى ابتدت تغلى اهيت وابتدت تتقل. وهنحط بقى النشا وهنفضل نقلب، مش هنشيل ايدينا، عشان انتوا عارفين ان النشا لو شلتوا ايدكم من التقليب هيلزق في الحله وهيشيط. وشكرا، احنا كده عملنا العاشور. ايه رايكم؟ في اسهل من كده؟ اللي وصل بقى معايا لحد هنا واول مره يشوفني يشترك في القناه ويفعل زر الجرس على الكل، وحطوا لي لايكات يا حبايبي، وادعوا لاخواننا في غزه واخواننا في السودان وفي كل الدول العربيه. ربنا يحمي دولنا العربيه كلها يا رب، ويشفي مرضانا ويرحم موتانا جميعا. وصلوا على رسول الله يا بنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنفضل بقى نقلب كده لغاية لما تلف معانا، يعني تغلي. مش هينفع طبعا ننزلها، لا لازم تغلي. وتلاقوا الخليط ده تقل من النشا، الخليط هيتقل معاكم. ايوه كده نقلب. بصوا الحلة من تحت تبقى نضيفة زي الفل، يعني ما توطوا النار عشان ما تلزقش منكم. اول بقى ما تلاقوها تقلت، مش تقلت بقى تخنت جوه الحله عشان ما تبقاش كده، تبقى تقيله تقطعوها كده بالمعلقه. لا بص انا عاملاها سايله اهي. اول ما تبرد بقى هتشوفوا بقى ايه، تبقى زي الكريمه بالظبط. هنصبها بقى في الاطباق كده اهو، وحطيناها. وبعد كده انتوا عايزين بقى تحطوا زبيب، تحطوا عليها زبيب على الوش، تجرنشوها بزبيب، حطوا. عايزين تعملوا فواكه مجففه، حطوا. عايزين تحطوا جوز الهند، حطوا. اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه. انا كده بوريكم، بقول لكم شايفين علشان هي سايله اهي، علشان ما تحطولهاش نشا زياده وتقولوا ايه لا دي سايله. هي لما تبرد هتتقل، هتبقى عامله زي المهلبيه بالظبط، وهتبقى زي الكريمه. حطوا لايكات يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه